ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى كلامي موجه للامهات. الامهات اللي هم زي يعني انا جه عليا وقت من الاوقات كنت بعيش ضغط نفسي فظيع، وكنت تعبانه قوي، وحاسه اللي انا بعمله ده يعني مش انا بعملش حاجه اصلا. يعني انا قاعده ما بعملش حاجه غير ان انا بروق البيت وبغسل المواعين وبعمل الاكل وبس. يعني ان انا شبابي بيضيع في كده وما بعملش حاجه مفيده ولا باخد خطوه في حياتي. بس اكتشفت بجد حاجه، يعني حاجه مهمه جدا، وهو ان انا عمود البيت. يعني ايه بقى انا عمود البيت ده؟ يعني أنا اللي بزرع في ولادي القيم والدين والأخلاق والطموح، وإن أنا بحاول أخليهم يعملوا إنجازات حلوة طول اليوم. إن أنا اللي بذاكر لهم، إن أنا مثلا أعمل لهم أكلة حلوة فيتبسطوا. فطبعا كل دي حاجات إنجازات كبيرة، يعني دي انجازات كبيرة احنا لازم نشوفها ولازم نحس بيها، ولازم نحس ان احنا بنبني جيل. بنبني جيل، نحاول ان هو يبقى جيل سوي نفسيا، جيل ناجح. نحاول ان احنا نخلي بيتنا ده بيت هادي، بيت فيه حب، فيه امان، فيه استقرار، فيه ما فيهوش مشاكل. يعني الولاد تبقى حاسين بدفء كده في البيت. فدي حاجة طبعا انجاز كبير قوي، انت لو عملتيه هتبقي ست عظيمة جدا، ولازم تشكري نفسك كل يوم على اي انجاز انت عملتيه. حتى لو انت طبقتي الغسيل ورصتيه فده انجاز تشكري نفسك عليه، تعمليه في قائمة انجازاتك اليومية اللي انت عملتي كذا. بجد واحدة واحدة هتحسوا ان انتوا بتعملوا حاجة، وهتعملوا ده بحب، مش بضغط، مش بغل كده وقرف وزهق. لا، هتحسوا ان انتوا بتعملوا الحاجة واحدة واحدة، وبتعملوها بحب، وبتعملوها بروقان كده. طول ما انتوا مقدرين اللي انتوا بتعملوه، حاسين اللي انتوا بتعملوه ده حاجة عظيمة جدا وحاجة كويسة جدا. احنا بقى مشكلتنا فين؟ مشكلتنا في ان احنا وسط كل ده احنا بننسى نفسنا. فده اللي بيأثر علينا وعلى طاقتنا، وبيخلينا ما نعرفش ندي حاجة، بيخلينا نبقى خلاص بقى جبنا اخرنا واتخنقنا. فاحنا بجد لازم ندي نفسنا وقت نهتم بنفسنا فيه. نشرب كوباية قهوة، نعمل اي حاجة احنا بنحبها بعيد بقى عن الولاد. اهم نصيحة بجد عايزة اقولها لكم النهاردة، ان احنا بجد بنعمل حاجة عظيمة جدا. عشان كده احنا الجنة تحت اقدامنا. يعني لو اللي احنا بنعمله ده ما كانش حاجة عظيمة، ربنا ما كانش قال كده. فلازم نعرف ان دي حاجة حلوة جدا وحاجة مقدسة، واللي احنا نستغلها صح، ونعمل يعني نبذل اقصى مجهود علشان نبقى في بيت سوي، ونطلع اجيال سويين نفسيا، واحنا نبقى سويين نفسيا انتي كأم. لكن انتي لو اهملتي نفسك واهملتي بيتك وكل حاجة بتعمليها بزعيق وبضغط وبزهق، البيت هيبقى جو وحش. انتي نفسك هتبقي مكتئبة، هتبقي متضايقة، مش هتبقي راضية عن عيشتك، عن اللي انتي بتعمليه. جربي بقى تحبي اللي انتي بتعمليه، وجربي تشوفي انجازاتك اللي انتي بتعمليها دي. جربي بس تشوفيها. اول ما هتشوفي اللي انتي بتعملي حاجة بجد، منظورك عن الحياة هيختلف تماما بجد. اخر حاجة بقى عايزة اقولها لكم، لازم تكافئي نفسك بأي حاجة. اعملي، شوفي بقى انت بتحبي ايه واعمليه، عشان احنا بجد نستاهل ونستاهل قوي. ودايما ما تستنيش شكر من حد، ولا تستني ان انت عشان عملتي حاجة فالحد ده يقولك انت عملتي فانت لو ما قالكيش تزعلي. لا، انت شكري نفسك، وانت كافئي نفسك، وانت اعملي كل حاجة لنفسك. وبجد لو موضوع الحلقة عجبكم، شاركوه مع اي ام ممكن تبقى محتاجة تسمع الكلام ده. واستنوني في حلقة جديدة قريب ان شاء الله. مع السلامة.